كام مرة قررت تصلي الفجر واستمريت أسبوع وبطلت؟ كام مرة بدأت تقرأ قرآن وبعد شوية نسيت المصحف؟ كام مرة قررت تبطل معصية وشوية وبترجع لها تاني؟ المشكلة مش في البداية، المشكلة في الاستمرار. السلام عليكم جميعا. النهاردة هنتكلم عن آية عظيمة جدا، آية لو فهمتها وطبقتها في حياتك هتغير حياتك تماما. سبحانه قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. تعال نفصص الآية دي مع بعض. واعبد ربك يعني صلي وصوم واقرأ قرآن واذكر الله واعمل خير، حتى يعني لحد ما، بدون توقف. يأتيك اليقين وهو الموت، هو آخر لحظة في حياتك. المعنى المباشر، ربنا بيقول للنبي عليه أفضل الصلاة والسلام: اعبدني من دلوقتي لحد ما تموت. طيب ليه الأمر ده للنبي؟ علشان يعلمنا إحنا كمان إن العبادة ملهاش وقت محدد. مفيش حاجة اسمها هاخد راحة من الصلاة شوية، أو هرتاح من القرآن الفترة دي، أو خلاص كفاية التزام لحد كده. العبادة من أول يوم تفهم فيه لحد آخر نفس تاخده. طيب إيه السيناريوهات المتكررة اللي بتحصل معايا ومعاك ومع معظم الناس؟ في الأغلب في رمضان الناس بتصلي التراويح وبتختم القرآن مرتين وبتبطل أغاني. بعد رمضان بأسبوع الصلاة خلاص والمصحف اتقفل والأغاني رجعت. بس هل فعلا ربنا كان محتاجك في رمضان بس؟ احنا عاملين الدين زي الموضة، بنلبسه وبنخلعه براحتنا خالص. لازم نفهم كمان ايه هي خطورة عدم الثبات. أول حاجة سوء الخاتمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالخواتيم. يعني مش مهم كنت صالح 40 سنة، المهم هو آخر لحظة في حياتك. اتنين، ضياع الأجر. تخيل إنك اشتغلت 29 يوم في الشهر، وفي اليوم ال30 قدمت استقالتك، النتيجة أكيد مش هتاخد مرتبك. كذلك الآخرة، لو عبدت ربنا 50 سنة وجيت في الآخر وتركت الدين، مفيش أجر. ثلاثة، وهو الخذلان. سبحانه قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لما تبعد عن ربنا ربنا بيبعد عنك، ولما تسيب الطاعة الطاعة بتسيبك. رقم أربعة، وهو الندم. يوم القيامة هتندم إنك ما كملتش، بس الندم ساعتها ملهوش أي فايدة. سبحانه قال: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ناخد قصة صحابي جليل، عمار بن ياسر، أول شهيد في الإسلام، هو وأبوه وأمه. عذب لحد ما جسمه اتحرج وفضل ثابت بعد سنين طويلة وهو عنده 93 سنة. كان في معركة، هو شخص كبير المفروض يقعد في البيت، بس عمار قال: والله مش هقعد لحد ما أموت وأنا بجاهد. دخل المعركة وهو بيقاتل ويقول: اليوم نلقى الأحبة. واستشهد وهو عنده 93 سنة، ثابت على الجهاد. الدرس إن عمار ما قالش أنا كبرت فخلاص كفاية جهاد، فضل ثابت حتى أتاه اليقين. لازم نفهم كمان إيه هي أسباب عدم الثبات. أولا الحماس الزائد في البداية، تبدأ بقوة وتعمل كل حاجة مرة واحدة وبعدين تتعب وتبطل. الحل، حاول تبدأ بالتدريج. أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. السبب الثاني وهو قلة العلم، مش فاهم ليه بتعبد ربنا فبتسيب بسهولة. الحل، اتعلم واقرأ واسمع دروس كتير. السبب الثالث وهو صحبة السوء، صحابك بيجروك للمعاصي وبيبعدوك عن الطاعات. الحل، حاول تغير صحابك حتى لو فيها خسارة كبيرة. السبب الرابع وهو حب الدنيا، الدنيا بتشغلك عن الآخرة. الحل، تذكر الموت كل يوم وحاسب نفسك. السبب الخامس وهو الذنوب، المعاصي بتقسي القلب وبتبعدك عن ربنا. الحل، توب واستغفر. السبب السادس والأخير وهو عدم الدعاء، مش طالب من ربنا يثبتك. الحل، حاول تدعي كل يوم: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. وفي النهاية لازم نفهم كيف نثبت حتى الموت. أول حاجة، اجعل العبادة عادة، مش تعبد ربنا لما تكون في الموت، اعبده كل يوم. الصلاة في وقتها، ورد قرآن يومي، واذكار الصباح والمساء. اتنين، ابدأ صغير واستمر. أحسن تصلي ركعتين قيام كل يوم من إنك تصلي 20 ركعة أسبوع وتبطل. تلاتة، تذكر الموت. كل يوم قبل ما تنام قول: ممكن مصحاش بكرة، هل أنا مستعد؟ رقم أربعة، صاحب الصالحين. الصحبة الصالحة هتساعدك تثبت. خمسة، جدد نيتك كل يوم. كل صبح قول: يا رب النهاردة عايز أعبدك بصدق ثبتني. ستة،
تعلم قصص الثابتين، اقرأ سير الصحابة والصالحين اللي ثبتوا لحبل الموت. 7. اهرب من الفتن، ابعد عن الأماكن والناس اللي بتبعدك عن ربنا. 8. استعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، مش هتقدر تثبت بقوتك، محتاج ربنا يعينك. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. تخيل آخر لحظة في حياتك هتفرح إنك كنت ثابت، ولا هتندم إنك سبت الطريق؟ ناس كتير بيبدأوا صح، بس القليل اللي بيكملوا لحد النهاية. سبحانه قال: وقليل من عبادي الشكور. انت من الكتير اللي بيبدأوا ولا من القليل اللي بيكملوا؟ الثبات مش سهل، بس الجنة تستاهل. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اعبد ربنا لحد آخر نفس، لحد آخر لحظة، لحد الموت. تحدي اليوم: قرر حاجة واحدة صغيرة تعملها كل يوم واستمر عليها لحد ما تموت. وفي النهاية لازم تعرف أن بالتخطيط تبدأ الرحلة، وبالتوكل تبلغ الغاية.